السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناة محمد كريم. في فيديو انتشر في الساعات الأخيرة، فيديو استفز الكثير من المصريين، وده متداول للفنان الغير موفق أحمد حلمي. أحمد حلمي بيقدم عرض مسرحية في موسم الرياض في السعودية اسمه بني آدم. أثناء العرض وأثناء هو ما بيقدم العرض المفروض إن هو بينزل وسط الجماهير، بيستظرف معاهم وبيتكلم معاهم وبيوريهم قد إيه يعني هو خفيف الظل وخفيف الدم. المهم من خلاله وهو نازل يعني كان في حد كده قاعد في الصف الأول، فبيتكلم معاه، فبيسأله عن جنسيته، بيقول له أنت جنسيتك إيه؟ بيقول له أنا مصري. بيقول له إيه ده؟ مصري؟ مصري وقاعد صف أول؟ ف طبعا الناس اللي قاعدة بتضحك. على الإفيه الغير موفق اللي صدر من زوج منى زكي. المهم، أولا مش معنى إن أنت رحت اشتغلت في الخليج وبتقدم مسرحيات هناك إنك تقلل من شأن بلدك أو تستظرف على أولاد بلدك، أيا كان هم بيقبلوا الدعابة دي أو لا يقبلوها. أنت المفروض بتمثل أو بتمثل الشعب المصري، أو إنك فنان مصري بتحمل الجنسية المصرية. فالمفروض حتى لو في دعابة أو بتقولها على سبيل الدعابة أو غير، ما ينفعش إن أنت تقلل من المصريين أو تقلل من شأن المجتمع المصري عموما. المصريين طول عمرهم صف أول، وطول عمرهم مكافحين، وطول عمرهم رجالة. على سبيل المثال وليس الحصر، ياما مصر طلعت أطباء وعلماء وفنانين كبار وعظماء ليهم شأنهم وليهم وضعهم. في الطب مصر أخرجت أحمد زويل، أنا آسف، في الطب أخرجت مجدي يعقوب. في شتى العلوم أحمد زويل، نجيب محفوظ، عبد الحليم، كوكب الشرق، أم كلثوم، عبد الوهاب، فريد، لا نجوم كتير أخرجتهم مصر. فمش هيجي على آخر الزمن فنان تافه وملوش وزن فني أساسا في الفن المصري يجي يقلل من شأن المصريين والمجتمع المصري. فدي دعابة غير مقبولة. وعشان تبقوا فاهمين برضو، الأخ اللي هو كان بيكلمه ده زوج، فده كان موقف غير موفق منك. وللعلم يعني زوج كارمن سليمان طلع اتكلم وقال ان هو بيقبل النوع ده من الهزار، وده هزار عادي يعني بينه وما بين احمد حلمي. ولكن الهزار ده اذا كنت انت تقبله يا زوج كارمن سليمان من زوج منى زكي، فالمصريين لا يقبلوه. هو لما اتكلم معاك قالك انت مصري وقاعد صف اول، كان ممكن قالك انت زوج كارمن سليمان وقاعد صف اول، انت مش عارف ايه وقاعد صف اول. ملوش دعوة بجنسيتك ولا انت جنسيتك ايه. عموما هو موقف غير مقبول من زوج منى زكي. احنا لا نسمح بمثل هذه المواقف ان تحدث عن فانتوا ازواج مع بعض، فاحنا ملناش دعوة بالقصص دي.
إذا كنتوا تقبلوها أو لا تقبلوها، إحنا كمصريين ما نقبلش الإساءة لبلدنا. مصر طول عمرها كانت ولا زالت من أولى البلاد في جميع الفنون وجميع المجالات الفنية والأدبية والرياضية. وربنا يحفظ مصر وشعبها وأرضها وبس خلاص. كان معكم محمد كريم من إحدى الأماكن في المكتب.